يا عم اقسم بالله حكيت قد ما اتكلم عن المغرب ما بقدر اوفيهم في كلمة. المغرب يرسل 180 طن من المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. المغرب اللي من بداية الحرب ما تخلوا عن أهلنا في قطاع غزة. طنجة كل يوم تنتفض من أجل أهلنا في قطاع غزة. مظاهرات في أوروبا مقدمتها أخوتنا المغاربة. مساعدات مادية من أخوتنا المغاربة في أوروبا لأهلنا في قطاع غزة. كل هذا ما في حدا في العالم بيشوفوا بيعمل حالهم مش شايفين. كلنا شفنا ابتهال ابو السعد، كلنا شفنا الدكتور يوسف اللي بعالج مرضانا في قطاع غزة، كلنا شفنا القاضي اللي اجى من امريكا واستشهد على ارض فلسطين، كلنا شفنا اخوتنا المغاربة ايش قدموا وايش ما زالوا يقدمون من اجل اهلنا في قطاع غزة، من اجل العقيدة الاسلامية. وبالمناسبة مش اهلنا في المغرب بس اللي مطلوب منهم هذا الاشي، هذا الاشي لازم العالم كله يقدمه من اجل العقيدة الاسلامية وليست القضية الفلسطينية. لازم كل العالم يتحرك عشان اهلنا في قطاع غزة الجوعى مش لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا. تعظيم سلام لاخوتنا المغاربة، وديما مغرب في القلب.